اهلا بيكم يا حبايبي في فيديو جديد ان شاء الله. النهارده تاني وصفه من وصفات العيد. هنعمل مع بعض بسكوت النشادر بالماكينه، بس بسكوت النشادر بتاع الامهات بتاع زمان، مش البسكوت اللي بنشتريه من محلات الحلواني. البسكوت دوت بيبقى فيه نسبه النشادر اعلى، وبيبقى فيه نسبه السوائل برضو اعلى. تمام. النتيجه بتطلع بسكوت هاشش زي ما انت شايفه كده، بيدوب وفي نفس الوقت بيبقى خفيف وهش عن البسكوت او البسكوت التاني اللي بنشتريه من محلات الحلواني. الوصفه دي انطلبت مني من احد المتابعين، وكمان في ناس كتير بتطلبها مني على صفحتي على الفيسبوك، فانا قلت انزلها لكم السنه دي ان شاء الله. عندي هنا 5 بيضات بحراره المطبخ، ولو هنستخدم بيض بلدي يبقى نستخدم 7 بيضات يا جماعه. البيض لازم يكون بحراره المطبخ مش خارج من التلاجة. هضيف عليه 1.5 كوباية من السكر الابيض الحبيبات، ولو هنستخدم سكر بودرة يبقى هنضيف 2 كوباية من السكر البودرة. هضيف عليهم كمان باكت من الفانيليا بالبرتقال، وهضيف 2 باكت من الفانيليا العادية، وهقلب السكر مع البيض لحد لما السكر يدوب. السكر مش هيدوب تماما، هيدوب بشكل جزئي. هيدوب تماما لما نضيف الحليب عليه او هنضيف المواد السائلة. المواد السائلة عندي 1.5 كوباية من الحليب. هضيف دلوقتي 1 كوباية وهقلب لحد لما ادوب السكر تماما. ممكن تستخدمي حليب وممكن تستخدمي عصير برتقال زي ما يريحك اللي تحبيه. تمام. انا هدوب دلوقتي لحد لما السكر يدوب تماما. والخطوة دي ممكن الخطوة دي تعمليها في الخلاط، وممكن تستخدمي المضرب الكهربائي، وممكن تعمليها بالمضرب اليدوي زي ما انا عملت. بعد ما يدوب السكر تماما هنزل بيه السمنة، وهقلب لحد لما السمنة تختلط تماما بالمواد السائلة. ممكن تستخدمي ايدك برضو في الخطوة دي وتربي السمنة بايديكي، مفيش اي مشكلة خالص. في الوصفة دي يا جماعة مش محتاجين نضرب كتير او ندخل هوا كتير، هي الوصفة اساسا فيها كمية نشادر كبيرة فبترفع معايا البسكوتة، يعني مش محتاجة ادخل لها هوا. هنا السمنة اختلطت تماما بالبيض وبالسكر وبالحليب، يعني الخليط بقى متجانس. هجيب بقى نص كوباية الحليب التانية، او لو هتستخدمي عصير برتقال يبقى نص كوباية عصير البرتقال التانية، وهضيف عليه الفنجال دوت من النشادر، مش مليان للاخر، دول 55 جرام من النشادر، او فنجال قهوة صغير مش مليان على الاخر. هقلب النشادر مع الحليب وهنلاحظ كده ان النشادر بتفور تمام، والحليب معايا بيتقل، ده معناه ان النشادر بتاعتي كويسة وصلاحيتها كويسة ومش بايظة. لازم تعملي الخطوة دي تعتبر اختبار للنشادر بتاعتنا، علشان ممكن النشادر لو كانت بايظة الوصفة بتاعتنا هتبوظ تماما. هضيف النشادر بنص كوباية الحليب على الخليط بتاعي وهقلب كويس، وهركن الخليط دوت على جنب، وهنشوف خليط المواد الجافة بتاعنا. هنا عندي 1.4 كيلو من الدقيق بما يعادل 9 كوب الا ربع من المج الشاي الازاز العادي اللي انا عايرت بيه الحليب. هضيف عليه معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره يا جماعه، معلقه صغيره، ورشه من الملح، معلقه صغيره او 5 جرام، ورشه من الملح. هقلب البيكنج باودر والملح مع الدقيق، وهبتدي اضيف الدقيق بتاعي. هي السمنه خرزت بس مش مشكله، اضيف الدقيق مفيش مشاكل. زي ما قلت لك احنا في الوصفه دي يا دوب بنخلط خلط، يعني مش بنضرب او ندخل هوا او اي حاجه. بس في المرحله دي مهم جدا ان احنا ما نعجنش خالص. بعد ما بنضيف الدقيق ما بنعجنش، يا دوب بنقلب بسباتيولا تقليب يا جماعه، وبنضيف الدقيق بالتدريج علشان درجه امتصاص كل دقيق للسوائل مختلفه عن الدقيق، بيبقى مختلف عن بعضه يعني. تمام. ما بنعجنش كتير علشان العجينه بتاعتنا ما تربيش عرق، والبسكوت بتاعنا يطلع معضم ويطلع مش حلو. تمام. هبتدي بقى اضيف تاني دفعه من الدقيق، واقلب برضو لحد لما الدقيق يتشرب برضو السوائل والدقيق يختفي تماما. بعد ما الدقيق اختفى دلوقتي هبدا اضيف يعني الدقيق، الدفعه تانية من الدقيق، وبرده مش بضيف كله زي ما انتم شايفين، انا بضيف بالتدريج. لازم لما بنضيف الدقيق يا جماعه نضيف الدقيق بحرص علشان الدقيق ما يكترش مننا، والعجينه تبقى معانا مكتومه، والبسكوته تبقى مكتومه ما فيهاش هشاشه وهوا كده من جوه، عشان احنا عايزين عجينه طريه تمشي معانا في المكنه بسهوله.
هقلب الدقيق. انا استغنيت عن المعلقه وهبتدي بقى عشان العجينه تقلت معايا هبتدي استخدم ايدي، وبرده مش بنعجن باطراف صوابعي، مش بنعجن خالص. هضيف هنا معلقه صغيره من مسحوق بودره البرتقال او التانج، والمفروض ان انا كنت ضفته في مع السوائل في الاول بس انا نسيت، بس مش مشكله خالص. التانج بيدي لون حلو قوي للبسكوته بتاعتنا. ممكن تضيفي معلقه صغيره معلقتين زي ما تحبي، وبيديله نكهه البرتقال كمان بيبقى حلو قوي وبيديله طعم. هنا كمان هضيف معلقتين كبار من الزيت. الزيت بيدي لمعه حلوه قوي للبسكوته بتاعتنا. هقلب المكونات دي كلها مع بعض، وهشوف العجينه بتاعتي لو لسه ملزقه في ايدي هضيف كمان شويه الدقيق اللي لسه فاضلين. لو العجينه بتاعتي تمام يبقى هي كده خلاص. انا لقيت العجينه بتاعتي ملزقه في ايدي فهضيف بقيه الدقيق، يبقى كده انا ضفت الكيلو وربع دقيق كلهم على كميه السوائل بتاعتي اللي انا استخدمتها. هقلب برضو باطراف صوابعي، مش بعجن خالص يا جماعه. مهم جدا في المرحله دي ما نعجنش خالص، البسكوته بتاعتنا هتعضم. تمام. ادي العجينه بتاعتي. انا هغسل ايدي وبعد كده هختبر العجينه بتاعتي، هشوف اذا كان بتلزق في ايدي ولا لا. ما اقدرش احكم على العجينه الا لما اغسل ايدي. غسلت ايدي واشوف العجينه بتاعتي مش بتلزق في ايدي خالص، والعجينه مش مربيه عرق ولا حاجه. بصوا بتقطم معايا ازاي. ده المفروض ان العجينه بتاعتي تبقى تقطم كده، ما تربيش عرق خالص. هاخد كده حته من العجينه على قد المكنه. ممكن تعملي تقسمي العجينه بتاعتك على قد المكنه، على قد المكنه ما تاخد معاكي يعني. وممكن ما تقسميهاش، غطي العجينه بتاعتك وسيبيها ترتاح على ما تجهزي الصاجات بتاعتك وتدهنيها. انا هنا غطيت العجينه بتاعتي ببلاستيك راب وهركنها بقى على جنب ترتاح شويه. هدهن بقى الصاجات بتاعتي، والمفروض ان انا هشغل الفرن علشان هبتدي بقى اختبر العجينه بتاعتي في الفرن. هشوف لو البسكوته معايا فرشت بشكل يعني مبالغ فيه يبقى هي محتاجه دقيق. لو البسكوته بتاعتي تمام وفرشت بشكل معقول هي كده كده هتفرش، يعني لازم هتفرش. وهتختبري بقى اللمواس بتاعتك تشوفي انت عايزه انه شكل، وانه شكل هيطلع معاكي احلى، وانه شكل اللي هيريحك، وتختبريها وتشوفيها بقى في الفرن. تمام. انا لقيت العجينه بتاعتي تمام مش محتاجه اي حاجه تاني، فابتديت اشتغل على طول. وهشتغل بالفورمه دي وهشتغل كمان بالنجمه، شويه بالنجمه وشويه بالفورمه دي. شايفين العجينه طالعه معايا من المكنه بمنتهى السلاسه بمنتهى السهوله. لو حسيت العجينه بتلزق في ايدك ممكن تدهني ايدك وانت بتقطعي، تدهني ايدك بشويه من السمنه. دهنت طبعا السيجان الاول بشويه من السمنه، لازم ندهنها بسمنه كويس علشان البسكوته ما تلزقش معايا في الصاج. البسكوت دوت بيدخل الفرن على حرارة هادية. تسخني الفرن شوية الأول قبلها ب10 دقايق على حرارة 170 180، وتدخلي البسكوت بتاعك على الرف الأوسط. أول ما يبتدي يحمر من تحت تطفي من تحت وتشغلي الشواية ياخد لون من فوق، ودي النتيجة النهائية. بسكوت هاشش وجميل مش مستحمل خالص يا جماعة، بيتكسر في ايدي بسهولة وجميل جدا زي ما انت شايفة لونه حلو. وده كمان كان اللي هو الموس التاني او الفورمه التانية اللي هي النجمه. بصوا البسكوته من جوه هشه كده وداخلها هوا وجميله جدا جدا جدا. ده بسكوت المكنه بتاع امهاتنا بتاع زمان، مقادير مظبوطه بالشعره. ما تحاوليش تكتري او تقللي النشادر عن كده. لو كترتي النشادر عن كده هيفرش معاكي وهيبقى دايب بشكل يعني مش هتقدري تتحكمي فيه. لو قللت النشادر هيبقى مكتوم. هيبقى محافظ على الرسمه بتاعته تمام، بس تبقى البسكوته معاكي مكتومه وتقيله. تمام. دي النسبه المعقوله من النشادر. هو طبعا مش مطلوب ان هو يحافظ على الرسمه بتاعته. هو البسكوت دوت اساسا شكله بيبقى كده، يعني لازم يبقى هاشش كده، ونسبه النشادر تبقى مش اقل من كده ولا اكتر من كده. ما تنسوش لو الوصفه عجبتكم لايك وشير للفيديو، وشكرا لكل حبايبي اللي عملوا لي لايك دلوقتي. اشوفكم في فيديو جديد قريب، وباي باي.